ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، شويه النصائح اللي هقولهم لك دول انا متاكد لو انت في اي مرحله دراسيه هيفوتوك جدا. كل اللي عايزه منك بس انك تركز معايا لمده 3 دقائق، واوعدك ان الفيديو مش هيطول عن كده. يلا بينا. اول نصيحه، ما ينفعش انك تمسك التليفون اول ما تصحى وفي المحاضرات وفي المواصلات وقبل ما تنام واسال اليوم بتاعك بيروح فين، لانك كل ما بتتابع اليوم بتاعك وكل ما تتابع العادات بتاعتك اللي في اليوم دوت هيزود من الانتاجيه بتاعتك، وتحاول تشوف الحاجه اللي هي بتقلل من معدل الانتاج وتبعد عنه، والحاجه اللي بتزود انتاجيتك في اليوم وتمشي وراها اكتر. فمن اكتر الحاجات ديت اللي بتشتتك ومش بتخليك عارف يومك ماشي ازاي هو التليفون اللي في ايدك دوت، بعد عنه على قد ما تقدر. رقم 2، اصحى بدري قبل ميعادك وحاول انك تشرب ميه او عصير طبيعي بدل الكافيين والقهوه اللي انت بتشربهم، وافطر كويس، ويا سلام بقى لو انت سمعت لك بودكاست واستفدت بوقتك كامل. رقم 3، نام كويس علشان النوم بيأثر على التركيز والذاكره. حاول انك تنام بشكل كافي وادي الجسم الراحه علشان اول ما يقوم الجسم دوت من وضعيه النوم هيكون كامل استعداده وكامل نشاطه ان هو يركز ويذاكر. رقم 4، حاول انك تخلي حياتك صحيه على قد ما تقدر، يعني نوم كويس وشرب ميه كفايه، وقلل الاكل اللي انت بتاكله من بره لان هو بيكون مليان بمواد حافظه، وزود المكسرات والخضروات والفواكه لان ده هيضاعف الانتاجيه بتاعتك. رقم 5، وديت عن تجربه شخصيه، ما تدخلش المحاضره لا جعان ولا شبعان لدرجه الكسل، يعني تاكل خفيف ويكون اكل صحي لو يهمك معدل التركيز بتاعك. فاللي اقصد يعني ما تدخلش المحاضره او الدرس لو انت جعان ولا انت شبعان، اكل طبيعي. فممكن تاخد مثلا معاك فاكهه في علبه السناك بتاعتك ما بين المحاضرات، وحاول انك ما تقعدش جنب حد ممكن يشتت من وضعيه التركيز بتاعك في المحاضره عشان ده هتندم عليه بعدين تقول يا ريتني ما كنت قعدت جنبه. 6، الصاحب اللي بيقعد طول الوقت يقول لك يا اسطى احنا هنعيد السنه وفكك من المذاكره وشكلنا كده مش هنعدي، بلاش منه. ولو ضروري انك تتعامل معاه حاول انك تحط له حدود في النقطه ديت، علشان الكلام ده حتى لو هزار هيقلل من العزيمه بتاعتك وهيخليك تضعف. 7، مش عيب خالص انك تاخد لك الاكل بتاعك والمشروب بتاعك الجامعه، يعني لانش بوكس والمج الحراري بتوعك يكملوا معاك السنه، وصدقني انت هتوفر فلوس كتير جدا غير صحتك اللي هتبقى احسن. 8، خلي معاك سبحه علشان في اي وقت انت قاعد ساكت فيه هتفكر انك تسبح وتستفيد بوقتك. رقم 10، ويمكن تتعارض مع فكره النوم لكن انا بقول لك هنا بلاش استسلام للنوم الكتير، يعني من اطال النوم سبق الجوم. فنومك الكتير في الدراسه هو هروب من المسؤوليات اللي عليك، اجمل كده وواجه الواقع علشان ما تندمش اخر الترم. تقريبا رقم 11، صلاتك ما تتاجلش مهما كانت الاسباب تتصرف، فيومك وبركته ونجاحك ومذاكرته وصحتك كلها في ايد ربنا، فخليك دايما قريب من ربنا. فاللي هيخليك تصحى بدري للجامعه يخليك تقوم سواء كان في الفجر عشان تصلي صلاه الفجر او في الصبح بدري عشان تروح القداس. الوقت اللي الزياده اللي انت هتنامه مش هيزود من وقت التفكير بتاعك، فانك تفتكر دايما ان في وقت للصلاه انت لازم تصلي فيه وتاخد الفرائض بتاعتك. رقم 13، خلي معاك كتاب احتياطي، الوقت اللي انت هتضيعه في النميمه والذنوب استفيد بيه واقرا في اي حاجه تحفزك وتزود من الانتاج بتاعك وتبعدك عن الوقت اللي هو انت الفاضي دوت، لان هو دوت معركه الشيطان، هو الوقت الفاضي اللي انت قاعد فيه فاضي، فتلاقي الشيطان ممكن يحاربك سواء كان بالنميمه او بالذنوب ان انت تقعد تشيلها وخلاص. طول ما انت معاك وقت ده بيزود اصلا من كميه المعلومات اللي هتدخل لك، فاستفيد بوقت فراغك. 14، ذاكر اول باول وحط دفع قوي للدراسه، يعني النيه لله طبعا، اعمل لنفسك مكافآت بعد كل مجهود انت بتبذل عشان تقدر تكمل، وبعد عن الموبايل اللي في ايدك عشان دوت هو اللي بيشتت تفكيرك وبيشتت التركيز بتاعك. رقم 15، واخر حاجه، حاول انك تطلع من مصروفك كل يوم لو حتى جنيه واحد بس تديه للناس اللي هي بتبقى واقفه في الشارع ومحتاجه حاجه، وحط اي نيه عايزها زي مثلا النجاح او تيسير الامور او التوفيق، فصدقني انت ربنا هيباركك وهيكافئك على اللي انت بتعمله. وما تنساش بقى انك تشترك في القناه، وزي ما وعدتك ما كملناش يعني 3 4 دقايق. سلام.